MBC في رمضان الماضي. وهذا بعض ما رصد في المسلسلات. عرض في مسلسل القاصرات مشاهد صريحة لنزول الحيض لأحد الفتيات بالمسلسل وهي في 9 من عمرها. كذلك عرض فيه 36 مشهد تعبيرات جنسية لفظية و57 مشهد تعبيرات جنسية محسوسة ومشهد تحرش جنسي. عرض في مسلسل ذات عرض مشهد ختان ذات بعد بلوغها سن الحيض بماكينة حلاقة، مما أثر عليها وجعلها تتمنى أن تكون رجلا وليست فتاة. مسلسل موجة حارة يتناول عالم القوادين وشبكات الدعارة وألفاظ نابية ومشاهد جريئة وإيحاءات جنسية واضحة. عرض في مسلسل مزاج الخير 66 مشهدا لتعاطي المخدرات، 98 مشهدا لتناول الخمور، 103 مشهد رقص، 155 مشاهد تعري، 299 مشهدا بملابس مثيرة، 314 مشهد تعبيرات جنسية لفظية أو محسوسة، مشهدين تحرش جنسي، 17 مشهد سفاح أقارب، 13 تعبيرا عن الكفر والإلحاد وتفضيل لمذاهب كفرية علمانية وأديان باطلة. يجمعنا على MBC 1. قال ايه؟ قال MBC تجمعنا، حتجمعونا في جهنم انتو. كلامي ده موجه الى MBC جروب والى مسؤول الدراما في MBC 1 في رمضان. اول حاجه شكرا لكم يا عم على الاشياء الدينيه والتوعويه اللي بتسووها في MBC، شكرا ما نسيناها. لكن تيجي تسوي مسلسل يتكلم عن الزنا وتنزلوه في رمضان وزنا المحارم كمان، ايش نظام المتعه ده اللي انتو شغالين فيه؟ ورانا عيال نربيهم، ايش الاشياء دي اللي بتعرضوها على التلفزيون؟ أعمال رمضان كثيرة، لكن للأسف هناك قطاع طرق لرمضان، هناك شياطين إنس مو بس شياطين جن من الآن يتجهزون علشان أول رمضان من أول يوم يفسدون عليك شهر رمضان. أكون صريح، بعض منتجي المسلسلات تركوا 11 شهرا ما جو إلا على شهر رمضان، يبون يخربونه، يبون يفسدونه. خافوا الله في المسلمين. يعني تركتوا 11 شهرا، جئتوا رمضان بثيتوا فيه كل سمومكم، ويا ليت مسلسلات زينة ونافعة وتاريخية ومفيدة وإسلامية عشان في احترام للشهر على الأقل. لا، ما يأتون إلا بأقذر المسلسلات ويبثونها في رمضان. شنو فيها من خيانات، شنو فيها من معاكسات، شنو فيها من كلام وسخ، شنو فيها من لبس قذر، شنو فيها من حركات فاحشة. هذا اللي يعرفون شهر رمضان، هذا المنتج اللي سوى هالمسلسل. ترى للأسف أغلبهم تلقاهم مو مسلمين أو ما يعرف عن الإسلام. وبعض الممثلين ما هم إلا الفلوس، يا أخي اتق الله. وبعض الممثلات يعني بملابس فاضحة وبكلام قذر، اتق الله، هذا رمضان. يعني تحاربون رب العالمين حتى في رمضان. وين يا باغي الشر أقصر؟ يعني ينادي المنادي في رمضان يا باغي الشر أقصر، يعني اتق الله في رمضان. وشوفوا المسلسلات ودعاياتها وإعلاناتها وإغراءاتها. وبعض الناس شوفوا جدوله برمضان، بدل ما يقول أنا أبي أقرأ جزء الظهر جزء العصر وبالليل بصلي تراويح وبعدين بروح أصل أرحامي وبعدين لا، عندي مسلسل الظهر ومسلسلين العصر ومسلسل بعد الفطور ومسلسل بعد التراويح ومسلسل الفجر. هذا رمضان يا جماعة، خلونا نحترم هذا الشهر.